اهلا بكم من جديد. ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر عددهم تقريبا بيبلغ 10 مليون فرد، ما بين فتاة وما بين شاب، يعني عدد كبير جدا ونسبة كبيرة جدا. لذلك يجب توظيف هذه الطاقات، لا سيما انهم اثبتوا جدارتهم في كثير من الاحداث الرياضية والفعاليات. يعني كان الكبار الاسوياء بياخدوا تقريبا صفر في فعاليات كثيرة، وكانوا ذوي الاحتياجات الخاصة بياخدوا مراكز اولى. فيجب ان احنا نستغل تلك الطاقات والامكانات والتصميم على التفوق. لعل هذا الخيط التقطته جامعة طنطا، وتحديدا كلية التربية الرياضية في الجامعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونظموا مؤتمر جميل جدا ذوي الاحتياجات الخاصة وآليات التمكين في ضوء المتغيرات المجتمعية. المتغيرات المجتمعية اللي بتقول أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء أصيل من هذا المجتمع ولهم دور، سواء كانوا آباء أو أمهات أو مشاركين في الأعمال أو حتى في الأنشطة الرياضية. دعونا نرحب بالسيد الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الحليم، مقرر المؤتمر والأستاذ بكلية التربية الرياضية. دكتور مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني عايز طيب نسمع التقرير الاول وبعد كده اسال حضرتك. هنتابع تقرير خاص عن هذا المؤتمر اعده الزملاء في فريق العمل في دلتا مصر اليوم، وبعد كده نرجع للكلام مع الدكتور مصطفى وضيفنا ان شاء الله اللي هينضم لنا بعد قليل. نتابع. التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، عنوان المؤتمر الذي اختتمت فعالياته بجامعة طنطا، والذي يهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم الأساسية، والتمكين الإبداعي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات حل المشكلات التصميمية كمدخل لتنمية الجانب الإبداعي، ومناقشة المواد الجديدة الخاصة بحقوق المعاقين في الدستور الجديد، وإيجاد حلول لكافة المشكلات التي تواجه المعاقين من قبل الحكومة. الحقيقة فعاليات المؤتمر بتتضمن أكتر من نشاط. النشاط الأولاني هو تكريم للمكفوفين والمعاقين من طنطا وخارج طنطا، أبناء الكلية وأبناء الجامعة. والفعاليات الأخرى مجموعة أبحاث، أكتر من 18 بحث بتعالج موضوعات الإعاقة وكيفية التغلب عليها والمشكلات اللي بتقابلها، وكيفية تحويل هؤلاء البشر أو هؤلاء المصريين إلى إنسان منتج ولا إنسان يعلم جيدا أنه لا يقل عن الإنسان يعادي حاجة. الهدف من المؤتمر أنه هو أولا بتسلط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول التمكين، يعني الوصول حقوقهم لهم، وكل فعاليات المؤتمر بجلساته بتدور حوالين هذا المحور. الدور الأساسي لهذا المؤتمر هو كيف ندعم عاما بعد عام هذه الفئة المهمة جدا التي تمثل نسبة كبيرة من المصريين، تصل إلى 12 مليون في تقديرات، وفي تقديرات أخرى 14 مليون، يعني متجاوزة شوية، لكن عايزين نقدم 12 مليون مصري حاسين ان هم بياخدوا حاجات اقل او مش قادرين ياخدوا حاجات تساعدهم على حياتهم. فاحنا كيف نحقق لهم هذه الامنيات او هذا الحلم، ويكونوا على قدم المساواة تماما بتمام مع الاسوياء. هو الدستور المصري الجديد في دستور 2013 اللي بيطرح للنقاش المجتمعي حاليا قبل التصويت عليه، هو يعني اقل ما يقال عليه بالنسبه للاشخاص ذوي خاصه والاشخاص ذوي الاعاقه هو طفره دستوريه كبيره جدا جدا، لدرجه ان انا اقدر اقول انه في طفره كبيره جدا، وان احنا تخطينا دول كتيره جدا في المحيط بتاعنا بتاع جمهوريه مصر العربيه كانت سابقانا جدا في موضوع النصوص الدستوريه للاشخاص ذوي الاعاقه. انه احنا كنا يمكن لحد فتره قريبه قوي كنا اشخاص من ذوي الاعاقه كنا بنشتغل في هذا المجال بقالنا سنين، دايما بنحاول الزام الدوله بوضع نصوص دستوريه لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. النهارده بعد في 2013 بنلاقي انه هناك اهتمام كبير جدا وصل الى درجه ان احنا عندنا ماده رئيسيه، والماده الرئيسيه دي اللي هي ماده 81 اللي هي بتلزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في المجالات كافه. مش بس كده، وكمان الملحوظ في الماده دي ان الاشخاص ذوي الاعاقه والاقزام، وانا بركز جدا على موضوع الاقزام ده لان الاقزام دول فئه من الفئات الاكثر تهميشا والاقل حظا في مصر. بنفاجئ في 2013 في الدستور انهم ذكروا، يعني محطوط اسم الاقزام مع الاشخاص ذوي الاعاقه انه التزام على الدوله ضمان حقوقهم. الحقيقه التمكين الثقافي هو توفير كل اليات دعم المعاق ثقافيا، من ناحيه الاتاحه
المقصود بيها توفير كل آليات الثقافة أو الاطلاع لذوي الإعاقة. الحقيقة المعاق الحركي حظه أوفر في حكاية التمكين الثقافي دي شوية، لكن الناس الأقل حظا هم ذوي الإعاقة السمعية وذوي الإعاقة البصرية. فمن آليات التمكين الثقافي لذوي الإعاقة السمعية إن احنا نوفر لهم مترجمين إشارة في أجهزة الإعلام المرئي، وفي دور العبادة. الحقيقة لو هنعتبر إن ذوي الإعاقة السمعية من حقهم يطلعوا على كل مجالات الثقافة حتى الثقافة الدينية. رسالة حب وسلام من المعاقين إلى العالم للاحتفال باليوم العالمي للمعاقين. 53 55 اتفضل. اهلا بكم من جديد، ونرحب بضيفنا الكريم الذي انضم الينا الان وهو قادم من القاهره، ولكن واضح ان هو رجل ذو عزيمه وذو اصرار. الاستاذ محمد زغلول، مدير اداره التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات بالهيئه العامه لقصور الثقافه بالقاهره. استاذ محمد الحمد لله على السلامه. حياكم الله وسلمكم واهلا بكم وبمشاهديكم وباسره القناه. الله يكرمك. حضرتك كنت مشارك في المؤتمر؟ انا كنت مشارك بالتنظيم. يعني كنت منظم المؤتمر. كنت مع الدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى انا كنت واحد من رجالته. الدكتور مصطفى كان مقرر المؤتمر. نعم. وعضو الامانه العامه لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصه. نعم اتفضل يا استاذ محمد. يعني اتفضل. بقول لحضرتك انا كنت منظم المؤتمر باعتباري مدير عام الاداره العامه للتمكين الثقافي. اهم نقاط وانت قاعد تتكلم مع الدكتور مصطفى وفريق المؤتمر. نعم. اهم نقاط اضفتها في محاور المؤتمر وجلسات المؤتمر واهداف المؤتمر ايه؟ احنا طالبنا النقاش حول وضع العنوان من البدايه. العنوان الرئيس. عنوان جميل على فكره. العنوان ومعبر. نعم. اتفضل. العنوان الرئيس للمؤتمر اللي هو العنوان ذوي الاحتياجات الخاصه واليات التمكين في ضوء المتغيرات المجتمعيه. هل المتغيرات المجتمعيه ايجابيه ولا سلبيه يا استاذ محمد؟ لا، المتغيرات اراها ايجابيه. كيف؟ اراها ايجابيه لانه لم تكن هناك في الدساتير السابقه على حد ما نعلم نعم نصوص واضحه وبارزه تتناول حقوق ذوي الاعاقه. تمام. اللي هو عددنا بيتراوح من 10 ل 15 مليون. نعم. من حوالي 85، يعني نسبة كام يا دكتور مصطفى؟ النسبة فعلا النسبة حوالي 13% فعلا، متوسط 13% من المجتمع معاق. نعم. يعني قلنا 90 مليون النهارده ويتمكنوا ويذوبوا في المجتمع. ده حقهم في القوانين في الدولة وفي الواقع. ولهم في القانون 5% في التشغيل والتوظيف. نعم. بس للاسف. طب ليه النسبة ما تكونش 13% زي نسبتهم في الواقع؟ يعني ليه 5% بس؟ حضرتك قلت ان نسبتهم يا استاذ محمد 13%. الكلام ده كان من 75 هذا القانون الذي صدر بشأن تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة من 85، وقد جرت مجريات كثيرة وأحداث كثيرة. نعم. وازدادت الأعداد ازديادا مضطردا، وكان لابد أن تكون النسبة موافقة لهذه الزيادة المضطردة. تمام. ونحن نحاول ذلك من خلال إقناع المسؤولين بدءا من صناع القرار وانتهاء بمتخذ القرار. جميل. طيب دكتور مصطفى، يعني أنا ببص في البروشور الخاص بالمؤتمر اللي هو كان بالتعاون بين جامعة طنطا وفي محافظة الغربية وفي أصول الثقافة وفي الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيرأسها أستاذ محمد زغلول. أول حاجة كان افتتاح معرض المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. إيه اللي اتعرض يا دكتور مصطفى في هذا المعرض؟ الحقيقة طبعا في مجموعة من الفنانين اللي كانوا متواجدين معانا، وعلى رأسهم أخونا الأستاذ كريم من الإسكندرية. نعم. بلوحاته الفنية المعبرة. نعم. والحقيقة دي كانت من الحاجات الجميلة فعلا. لقت استحسان جميع الحاضرين في المؤتمر وجميع الباحثين، والحقيقة انبهر بيها الناس الضيوف المؤتمر اللي كانوا موجودين، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق. نعم. وضيوفه من الهيئة العامة لأصول الثقافة الأستاذ الشاعر سعد عبد الرحمن، وجميع اللي موجودين في المؤتمر ما كانوش متخيلين ان مدى الإبداع والتمكن للفنانين وللولاد ذوي الاحتياجات الخاصة ان هم يقدروا يوصلوا للمستوى ده في ضوء الإعاقة اللي موجودة عندهم.
يعني واضح من كلام حضرتك، انا ما شفتش لكن حضرتك شفت ان هم عاملين حاجه جيده. لا ولا شفت. طيب جميل. يديك الصحة يا أستاذ محمد. طيب انتوا بقى كجامعه او ككيانات نظمتوا هذا المؤتمر، ايه آلية استكمال توصيل هذا الابداع والفن الجميل لاخواننا ذوي الاحتياجات او ذوي الاعاقه للمجتمع وترويجها؟ هتعملوا لهم ايه؟ ولا احنا هنعرضها بس كده؟ لا طبعا المؤتمر الحقيقه خرج على مدار اليومين اللي عقد فيهم المؤتمر، اللي هو يوم 9 و10 ديسمبر. نعم. خرج بمجموعه من التوصيات ديت من خلال جهود رئاسه المؤتمر واعضاء الفريق اللي كان بيشارك في اداره المؤتمر. خرجوا ب10 توصيات الحقيقه. نعم. 10 توصيات، يعني التوصيات كانت اكثر من 30 توصيه. تمام. استخلصنا منهم 10 توصيات ملحه وضروريه، وعلى راسها اول حاجه التشريعات اللي احنا بصددها النهارده او الدستور اللي احنا بصدده النهارده. نعم. بينفرد الدستور بوضع 8 قوانين لاول مره، 8 مواد دستوريه لاول مره. ان شاء الله يخرج منها قوانين باذن الله. ال8 مواد دولت دي لاول مره بتحصل في تاريخ الدساتير المصريه. الماده